حلقه جديده من مزمزه كوره تقديم او باذن الله تعجبكم وفيديو جديد من مزمزه في الفانتزي ما قبل الجوله 25 وكمان ما قبل الجوله 26. النهارده باذن الله هنتكلم عن الجوله 25 والجوله 26 عشان مع استبعاد الاربع فرق عندها ماتشات بلانكو وكمان الماتشات الموجوده مش بالقوه المنتظره، فقلت كمان اللي هو بالمره اتكلم عليها في الجوله دي. اتكلمت في اخر الفيديو اللي فات ايه اللي انت ممكن تعمله قبل الدبل بتاع 25 وقبل البلانك بتاع 26، وقلت ان انت قدامك خيارين. الخيار الاولاني كنت قلت ان انت ممكن تعمل فريت، والخيار التاني قلت اللي هو شرطه ان انت يكون عندك دكه قويه، وهو انك يكون عندك مثلا 2 من ليفربول بس وواحد من بيدرو بورا وواحد من بالمر، فبالتالي في الجوله اللي بعديها اللعيبه بتاعت الدكه هتنزل، وسواء بيدرو بورا او بالمر هتتخلص منه في الجوله دي. قلت اكتر اسمين عند الناس، لو انت عندك مثلا كمان قول عندك ريتشاردسون كمان، فطبعا مش هينفع تعمل اي حاجه وهيبقى قدامك بس قرار الفري هيت. كالعاده النهارده في حلقتنا هنتكلم عن جزئين. الجزء الاولاني ايه الماتشات المستضافه وايه اللعيبه اللي انت عينك عليها، والجزء الثاني هو جزء الكابتن. بصراحه الجوله اللي جايه دي انا حاسسها حفله، يعني جوله فيها ماتشات كتيره حلوه جدا، يعني مش عارف اتكلم عن ماتش ايه ولا ماتش ايه، بس خلينا مبدئيا كده نتكلم عن الفرق اللي عندها دبل وهم ليفربول وكمان السيتي. بالنسبه لاخبار الفريقين ففي فريق عنده خبر حلو جدا وفي فريق عنده خبر وحش بس مش مؤكد، فخلينا كده نبدا بالخبر الحلو طالما هو ده المؤكد، والخبر الوحش نركنه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا كده نبدا بليفربول. ليفربول عنده ماتشين الجوله دي، الماتش الاولاني هو ماتش برينفورد والماتش الثاني هو ماتش لوتون. بصراحه هو دبل جيم ويك بالنسبه لليفربول لذيذ جدا جدا جدا. بالنسبه للعيبه ليفربول شايف ان هو اسهل بكتير جدا من الدبل بتاع سيتي. اما بقى بالنسبه للخبر الحلو بتاع ليفربول هو عوده الكينج محمد صلاح للتدريبات من جديد ويستعد للدبل ده. نزل صوره في التدريبات الاستعداديه لماتش برينتفورد، فواضح جدا ان هو هيكون جاهز للدبل ده. مش عارف هيكون اساسي ولا احتياطي. احساسي الشخصي حاسس ان محمد صلاح ممكن يكون احتياطي في الماتش ده، ممكن ينزل الشوط الثاني بس اقل حاجه هيلعبها مثلا بتاع ربع ساعه. برينتفورد اظن الماتش هيكون يعني متقفل جامد جدا وماتش رخم، فكلوب هيحتفظ بمحمد صلاح ككارت للشوط الثاني، وبرضه عشان جاهزيته ممكن ان هو مش هيغامر بيه في اول ماتش ان هو يلعب 90 دقيقه. الماتش الثاني بتاع محمد صلاح ضد لوتون طبعا انا يعني مستغربها جدا، يعني كان بقى لهم ماتشين ورا بعض بيسجلوا 4 جوان، جم في الماتش اللي فات ضد شيفيلد قلب وحش عليهم. انا استغربت جدا، كنت متوقع ان لعيبه برينتفورد اصلا هتتالق قدام شيفيلد، حصل كده حاجه عكس المتوقع خالص، وشيفيلد ده هو اللي كسب برينتفورد وسكور كمان في الماتش ده. فبالنسبه للدبل ده في رايي اللعيب اللي انت ممكن تبص عليه واللعيب اللي هو اكتر لعيب هيكون خطر في الدبل هو ديوجو جوتا المتالق جدا في الفتره الاخيره، وكمان هيكون خيار كابتنه كويس جدا جدا جدا. شايف بقى بعد صلاح وجوتا يجي لويس دياز ويجي نونيز. وخش بقى على فرقه مانشستر سيتي والخبر الوحش بتاع مانشستر سيتي واللي برده مش مؤكد تأثيره هيكون ليه تأثير ولا لأ، وهو موت جدة ايرلينج هالاند. فايرلينج هالاند كان متوقع وكان هو التوب اوبشن للكابتنة الجولة دي، بس للأسف في كلام بيتقال ان هو ممكن ما يلعبش الماتش جاي، وفي كلام بيتقال ممكن ان هو يلعب عادي جدا والموضوع مش هيأثر عليه. فانا مش عارف الصراحه، فبرضه نستنى لاخر وقت، نستنى للتسريبات، نستنى لاخر خبر هل هالاند هيلعب الماتش ده ولا لا عشان تقرر هتكابتنه ولا لا. طبعا هو عنده ماتشين، ماتش ضد تشيلسي وماتش ضد برينتفورد. الماتش ممكن يجيبه ماتش تشيلسي ويلحق ماتش برينتفورد، طبعا ممكن تكابتنه على ماتش برينتفورد يعني، بس ما زلت شايف ان ممكن ديوجو جوتا ان هو يتألق في الماتشين، نسب التألق تكون اعلى شويه من هالاند لو هو طبعا مش هيلعب الماتش الاولاني. اما بقى لو هو هيلعب الماتش الاولاني فالماتش اصلا في ملعب الاتحاد، يعني في ملعب السيتي، وتشيلسي برضه مستواه متذبذب، ما اقدرش اقول عليه ان هو كويس. تشيلسي بالعكس في اخر فتره يعني مستواه ما كانش متذبذب بس كان اقل كمان من المتوسط، فممكن السيتي حرفيا ياكل تشيلسي في الماتش ده. اما بالنسبه لعيبه السيتي فطبعا دي بروين عينك عليه، فودن المتالق جدا. الماتش اللي فات لقينا جوارديولا بدا بدوكو وبدا يفكر فيه تاني، فممكن دوكو يلعب في الماتشات الجايه دقايق كتير. واكتر كارت دفاعي واكتر مدافع لعب ماتشات مع سيتي الموسم ده هو كايل ووكر. اما بقى بالنسبه للفرقتين التانيين عندهم دبل برينتفورد ولوتون، فشايف ان الدبل بتاعهم صعب جدا بالنسبه لباقي الخيارات، بالنسبه لباقي اللعيبه اللي انت ممكن تجيبها، فشايف انك ممكن ما تجيبش منهم اي لعيبه اصلا. يعني اخرك توني من برينتفورد. بالنسبه للوتون في اديبايو وفي دوتي المدافع. ثالث فرقه بقى هتكلم عليها في الجوله دي بعد السيتي وبعد ليفربول، وثالث ماتش مستهدف شايفه هو هيكون ماتش ارسنال ضد بيرنلي في ملعب الامارات. ارسنال كسب وست هام 6-0 في مفاجاه حاجه غير متوقعه بالمره على ملعب وست هام، دي كانت حاجه الصراحه مجنناني. وساكا كمان متألق في 3 ماتشات على التوالي، فمش عارف يعني احنا نجيبك ولا ما نجيبكش ولا ايه، انت دوختنا معاك يعني. اخر 3 جولات 100 100 ليهم ما كنتش بتعمل حاجه، وكان سبب
اللي انا عن نفسي كنت بعته يعني، ولقيته بعد كده راح قلب تنين. طبعا من ارسنال لو انت عايز تفكر في لعيبه تفكر في ساكا وتفكر في اوديجارد وتفكر كمان في تروسرد اللي بينزل كل ماتش احتياطي، وكل ماتش تقريبا بيعمل اي حاجه يعني، بيبقى عنده خطوره غير عاديه لما هو بينزل من على الدكه. والماتش بقى اللي جاي هتكلم عليه هو ماتش يونايتد ضد لوتون. الماتش ده حطيته في المرتبه الرابعه عشان تالق يونايتد الملحوظ جدا في الفتره اللي فاتت، وتالق كمان رامسوس هويلاند مهاجم يونايتد المتالق وعمال بيجيب جوان بقاله كذا ماتش متتالي ورا بعض، فالفورم اللي هو فيها حرفيا مرعبه. ده غير بقى ان الماتش ده كمان في الاولد ترافورد. يونايتد كمان ماتشات الفتره الجايه، الثلاث ماتشات الجايين ماتشات كده يعني لذيذه شويه، قبل طبعا الصدام والديربي بتاع مانشستر في الجوله ال 27. معظم الوقت يونايتد بيلعب براشفورد وبيلعب بجرناتشو، بس انا شايف اكتر واحد مضمون هو هويلاند، ولو عايز تجيب كمان معاه برونو فرنانديز. واخر بقى ماتشات هتكلم عليهم حاطط الاثنين في نفس الفئه. الماتشات دي حاسس شويه المستوى متقارب، يا اما في فرقه احسن من فرقه ثانيه بس بافضليه بسيطه، فالفرقه الثانيه ممكن هتسجل يعني. ماتش بورنموث ضد نيوكاسل وماتش توتنهام ضد وولفرهامبتون. بالنسبه لماتش نيوكاسل وبورنموث متوقع ان هو طبعا لعيبه نيوكاسل الهجوميه مش ان هم يعملوا حاجه، وبالنسبه لبورنموث طبعا مفيش غيره هو سولانكا. اما بالنسبه لتوتنهام ضد وولفرهامبتون فسون راجع الماتش اللي فات نزل مع الدكه صنع جون. لو انت عايز تفكر في سون ممكن تجيبه في الماتشات الجايه، بس خلي بالك طبعا من البلانك اللي في الجوله بتاع 26، فلو انت عايز تصبر اللي بعد 26 مكان تجيب سون هيكون طبعا احسن بكتير. وولفرهامبتون عوده بيدرو نيتو والفورمه بتاعته ان هو بيتالق كل ماتش، وكمان في هوانج كان على الدكه، بس في كلام يقال ان هو مصاب، مش عارف مصاب ولا لا. بس كمان وولفرهامبتون في كونيا، فكونيا وبيدرو نيتو طبعا الاثنين خطر جدا على دفاعات توتنهام. بالنسبه بقى للكابتن بتاعت الجوله 25 فطبعا يا اما الكابتن من ليفربول يا اما الكابتن من سيتي. ما اظنش في خيار هيكون احسن من كده. طبعا من سيتي تتاكد من جاهزيه هالاند هيكون جاهز ولا لا، ولو عايز تكابتن دي بروين. اما بقى من ليفربول برضه تتاكد هل محمد صلاح هيلعب الماتشين بشكل اساسي ولا لا، وحتى ممكن تكابتنه عشان الماتش التاني بس وشويه دقايق في الماتش الاولاني لو هو هيكون احتياطي. وفي رايي الاحسن والاضمن انك تكابتن ديوجو جوتا. اما بالنسبه للكابتنه ديفرنشال فشايف لو انت عايز برضه تكابتن حد من نفس الفريقين، لو انت عايز تكابتن مثلا نونيز، عايز تكابتن لويس دياز. سيتي لو انت عايز تكابتن مثلا فودن او الفاريز. والمجنون قوي بقى لو ضربت معاك وانك لو انت عايز تكابتن دول. خش بقى الجوله 26 جوله البلانك، الجوله اللي هيجيب فيها ليفربول ولوتون على طول بعد ما هم عندهم دبل في الجوله 25، وهيجيب كمان تشيلسي وهيجيب توتنهام. اول ماتش بقى هنتكلم عليه في الجوله 26 هو اسهل ماتش وماتش سهل جدا بالنسبه لمانشستر سيتي، يعني ان هم هيلعبوا ضد بورنموث، فطبعا فكر في لعيبه مانشستر سيتي اللي احنا اتكلمنا عليها. اما بالنسبه لتاني ماتش هيكون ماتش يونايتد ضد فولهام. برضه فولهام بقى فرقه رخمه شويه في الماتشات اللي فاتت. اسمع فورمه يونايتد وتالق يونايتد، وبرضه تبص عليه هل هيتالقوا في الجوله 25 ولا لا، فممكن برضه تعتمد على لعيبه يونايتد لو تالقوا. تالت ماتش هتكلم عليه في الجوله 26 هو ماتش وولفرهامبتون ضد شيفيلد. الماتش ده حاسه هيكون سهل لعناصر وولفرهامبتون وبالذات طبعا بيدرو نيتو. نشوفوا برضه هوانج لو هو هيجيب على الجوله 25 شوفوا جاهزيته في الجوله دي هيكون هو جاهز ولا لا. واخر ماتشين هتكلم عليهم هم ماتشين صعبين شويه، واول ماتش فيهم هو استون فيلا ضد نوتنجهام. في العادي جدا هقول لك ان استون فيلا اقوى بكثير، بس دلوقتي مع وجود نونو سانتوس مع نوتنجهام وكمان مع مستوى استون فيلا متذبذب، مش قادر اقول لك هل لعيبه استون فيلا هتتالق قوي ولا لا. وتاني ماتش هو ماتش برايتون ضد ايفرتون. طبعا ماتش يعتبر برضه غلس شويه، بس برضه نشوف هل لعيبه برايتون هيتالقوا في الجوله 25 الجوله اللي قبليها، وبناء عليه هل ممكن يتالقوا في الجوله 26 ولا لا. بالنسبه لكابتنه الجوله 26 فشايف طبعا الكابتنه مضمون الكابتن حد من سيتي ايرلينج هالاند طبعا او دي بروين. اما بقى الكابتنه ثانيه مضمونه انك تكابتن حد من يونايتد لما يلعبوا في الايام، وممكن تكابتن طبعا شايف اقرب واحد هو رامسوس هويلاند. بالنسبه بقى للكابتنه الديفرنشال انك تكابتن مثلا فودن لما هيلعب بورنموث، او تكابتن مثلا حد تاني من يونايتد، بس انا ما رشحهاش خالص الكابتنه دي راشفورد مثلا ولا جرناتشو او حتى برونو فرنانديز، ما رشحش قوي الكابتنه دي. لو عايز كابتنه ديفرنشال تاني ومرشحه جدا انك تعملها وانك تكابتن بيدرو نيتو ضد شيفيلد. وكده وصلنا لنهايه الفيديو. احب برضه استعرض لكم نسب الكلين شيت المتوقعه الجوله 25. اقول لكم ان في برضه تعزير صغير كده ان في برضه تشامبيونز ليج رجع. صحيح اول اسبوع من دور 16 تقريبا ما لعبش غير مانشستر سيتي بس من الدوري الانجليزي، بس طبعا الاسبوع الجاي هتلعب باقي الفرق، فتابع لو في اي اصابات او اي حاجه ممكن تحصل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. مستني الرايك بتاعتكم في الكومنتات، واستني اعرف منكم واحد كابتنه مين في الدبل جيم ويك ده جديد ان شاء الله. واشوفكم في الجوله 27 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.